ارخص رقائق افطار عندنا هنا في روسيا يا جماعه ب 60 جنيه. 60 جنيه تخيلوا، ده كمان عليها عرض، يعني نص كيلو ب 60 جنيه رقائق افطار بطعم الشوكولاته، بس حرفيا طعمها جامد جدا. ممكن تاكلوها حاف على فكره، مش لازم يعني، بس عادي ممكن نجيب شويه حليب ونحط عليها الحليب ونسيبها 5 دقايق ولا حاجه وتاكلوا بقى من هنا يا جماعه وتدعوا لي. حرفيا الشوكولاته اللي فيها طعمها حلو جدا، ما تجيبوش البتاع دي غير وعليها عرض. رحت لقيت صف كبير مليان انواع كتيره خالص، في اللي بالعنب والزبده فول السوداني والفول السوداني، بس قلت خلينا في الساده احسن. فتحتها ولقيتها شكلها غريب كده ماسكه في بعض ومش عارف انا ايه ده، عامله شبه الحلاوه الطحينيه شويه في شكلها. الصدمه لما دقت مش حلاوه طحينيه خالص، ده لب يا جماعه، لب. عارفين انتوا اللب السوري؟ ديت بقى حلاوه لب سوري، طعمها كان جامد. لقيت نفسي زهقان فقلت اروح المحل اجيب اي حاجه اكلها، بسكوت بقى، كيكه، اي حاجه. فقعدت ادور لحد ما لقيت ارخص حاجه موجوده في المحل، اللي هو من شركه بنسميها شركه توفير، ارخص شركه اكل ممكن تلاقيها هنا في روسيا. البسكوت ده عامل 36 روبل تقريبا، قول يا عم 15 جنيه. ايوه ما فيش حاجه رخيصه، بس بسكوت ده جامد جدا فعلا، بطعم الفانيليا وحاجه مقرمشه حلوه. اغرب نوعين جبنه. النهارده رحت المحل عشان اجيب جبنه، فاستغربت ان انا لقيت جبنه قريش، وجبنه قريش بقطع مختلف. اول جبنه دي جبنه قريش ساده خالص، تغليفتهم يا جماعه جامده جدا. الجبنه من شكلها من جوه حلو، بس طعمها كان لاذع شويه، ما عجبتنيش يعني. الجبنه التانية انا جبتها ديت كانت جبنه قريش بالخوخ، كان برضو نفس التغليفه اللي متغلفه بيها الاولانيه، بس الين منها، شكلها احسن منها، فيها حتت خوخ وكمان طعمها كان جامد. فدينا النهارده جربنا نوعين جبنه، فنصيحتي جرب الجبنه بالخوخ، بلاش الجبنه التانية عشان مش هتعجبك.